شو يعني ما تغلط مع حزب الله؟ هلا الكلام اللي انحكى بهذا الوضوح هنا، الحزب اعطاك كثير، انت عم تنقلب عليه، انت عم بتحمس المسيحيين عليه، انت اخذ البلد على فتنه، هيدي بدها تكلفك. بتحكي عن استاذ وئام وهب. انا ما عم بحكي عن اسم معين. بس هو معروف لانه راحوا استاذ وئام وهب واستاذ امير رحمه تغدوا عنده للوزير. استاذ معروف كمان. اوكي. وراحوا تغدوا عنده لجبران باسيل رئيس التيار، ومن بعد هذا الغداء صار يطلع يعني اخبار والرسائل اللي يعني هل يعني هذا التهديد بيبعث له ورده يعني بيبعث له شي ارونجمون، انه ما بعرف شو بيصير بيناتهم. بس مو هذا كلام كبير اللي كاتبه حضرتك. عم بحكي لانه كبير، انه عم بستغرب كيف عم يعني حضرتك انه بخبرتك عندك مخضرمه بدك تطلع مني كلام تهديدي برتب مسؤوليه. انا ما عم طلع منك، حضرتك كاتبه للكلام. انا خلص ما هي وصل تهديد للوزير جبران باسيل، وصل تهديد لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من احد الوزراء السابقين بان ما تقدم عليه في اتجاه في مقابل حزب الله برفض سليمان الفنجي والذهاب بتحالفات مع قوى معارضه اخرى يؤدي الى انقسام مسيحي شعب البلد، ويرتب عليك انت اشعال فتنه الا مضاعفات قد لا تستطيع تحمل نتائجها.